اليمين في عموم تقريبا في كثير من الدول الأوروبية البارحة صدم الكثيرين وغبرتي صراحة. صحيح رشيد، مرحبا. قلت اليمين حرز واحد النتائج كبيرة جدا في انتخابات التشريعيات الأوروبية، وخلف واحد زلزال كبير جدا كيد أنه يتجاوز المحيط الأوروبي نحو مجموعة ديال شكون هو اختي المغربي اللي قالت معايا مشفتوش. قلت كان واحد زلزال كبير جدا. المجاهد مرحبا حياكم الله. قلت أنه كان زلزال كبير وستكون له تداعيات كبيرة جدا على ماشي فقط على أوروبا ابن الأرض وعليكم السلام ورحمة الله، بل على كل المنطقة. مثل نقولوا زلزال بمعنى أنه تكون عنده ارتدادات، وهو بشكل أو آخر يعتبر واحد التغير دراماتيكي. التداعيات ديالو كبيرة في كل المجال اللي كيأثر فيه، سواء المجال ديال الجغرافيا السياسية أو الجغرافيا الاقتصادية. كل من يتعاطى مع الأوروبيين سياسيا واقتصاديا سيجد نفسه أمام سؤال اللحظة السياسية الأوروبية ولحظة صعود اليمين المتطرف أو من ينعت بأنه متطرف. سيدريس مرحبا، الله يعطيك الصحة أخوي الكريم. المغرب أكيد أنه يتأثر وبشكل مهم بهذا التحول هذا اللي حاصل. يذهب الإخوان الكرام، يذهب الكثيرون عندنا إلى إصدار الأحكام، وحتى التخوف الشديد من صعود اليمين. تحية فيكي، حياك الله الناس فيكي. من صعود اليمين المتطرف. ونطرح السؤال، هل فعلا هذه التخوفات من اليمين المنعوت بأنه متطرف في محلها؟ هل سيتضرر المغرب؟ هذا هو السؤال الكبير اللي كيهمنا دائما. احنا لا يهمنا في الدنيا كلها أحد سوى المغرب، ولا يهمنا بلد أكثر ما يهمنا المغرب على الإطلاق. وهذا جزء ربما يحسب على التصورات اليمينية. وإن كنت لا أصنف نفسي زول السياسة كيحفظ ربي حتى يكون المنظر ده من حل ماكرون البرلمان. ماكرون باغي يسرع الوتيرة، يطرح سؤال يخلع به الأوروبيين الفرنسيين تحديدا مباشرة بعد النتائج. كيطرح الأوروبيين على الفرنسيين سؤال: سيروا الانتخابات، خذوا قراركم. هل سينجح اليمين أو لا ينجح؟ هذا موضوع آخر. ربما قد لا ينجح في الانتخابات هذه، لكن صعود اليمين في البرلمانيات التشريعية الأوروبية صعود كان الكثيرون يروا مفاجئ، لكنه ماشي مفاجئ. علي غادي نجي السؤال خويا أسخسي، نرجعون إن شاء الله. هل سيتضرر المغرب من هذا الموضوع؟ هذا هو السؤال اللي كيهمنا أكثر من أي شيء آخر، ومن هذا التحول السياسي المهم في الخريطة الحزبية والسياسية الأوروبية. المتخوفون أصدقائي من هذا الصعود عندهم أسباب أو قضايا كتجعلهم. خويا المجاهد قال اليمين لا حاجة له بالجزائر. صحيح. قلت أن المتخوفون من موضوع الصعود ديال اليمين في أوروبا أو اليمين الجذري كتلقاهم دائما يثيرون الموضوع ديال المهاجرين المغاربة
لكن الكثير منهم يتحدث على المهاجرين المسلمين والمغاربة من ضمنهم، بمعنى أن هذا اليمين الجذري يستهدف الجاليات الأجنبية المسلمة وغير المسلمة، فهم يتحدثون من داخل خلفية إسلامية أن المسلمون مستهدفون من قبل هذا اليمين. هذا المتخوفون أيضا يتحدثون أن اليمين بطبعه غير متحمس لقضية فلسطين، وليس كاليسار المشبع بروح التضامن مع القضايا العادلة ومع حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، واليسار معروف أنه شعاراتيا ومع فلسطين. وبالتالي يمكن أن نجمل تشارك معنا صحيح نجيب هذا الموضوع ده. وبالتالي يمكن إجمال التخوفات ديال المتخوفين من موضوع ديال التضييق على حقوق المهاجرين والتملص، بخوفهم من التملص من دعم القضية الفلسطينية وقضايا تقرير المصير وما شابهها من قضايا اليسار. حتى اليساريين لن يسلموا منهم أكيد، لن يسلم أحد، لأن اليمين المتطرف، اليمين نسميه أنا الجذري أو اليمين أو أقصى اليمين، له مقاربة وعنده مشكل مع كثرة التوافد وكثرة وجود الجاليات الأخرى الغير أوروبية داخل الأرض الأوروبية. قلت بأنهم متخوفون من التملص ديال هذه الدول هذه من الدعم ديال القضية الفلسطينية وقضايا تقرير المصير وما شابه من كل تلك القضايا اللي كيرفعها اليسار كالدفاع عن حقوق الإنسان والصحافة وحرية التعبير وغيره. مع العلم أن كل هذه الشعارات سواء ديال الدفاع على حقوق الإنسان والصحافة وحرية التعبير استعملت فقط استعملت طويلا ضد المغرب، وابتز بها طلبي وابتز بها الموقف من بعض الفلسطينيين. هذا موضوع طويل خويا إدريس، مازال نتكلموا عليه، ما نتكلمش عليه أنا بهذه الصيغة اللي شرتي لها أنت منافق أو غير منافق، ولكن في الموضوع السؤال نجد مثلا اليوم في فلسطينية نجحت في هذه التشريعيات هذه ونجحت بدعم الجاليات العربية والمسلمة ومنها الجالية المغربية التي صوت بعض منها على الفلسطينية لأنها تدافع عن القضية الفلسطينية، لكن يتناسى هؤلاء أن هذه الفلسطينية تدافع بشراسة على البوليساريو. هنا أنا كنطرح أمازيغ كنحضر بمغربي، أنا كنطرح السؤال كنطرحه بشكل جدي ديال لما كيجيك مثلا فلسطيني أو فلسطينية كيترشح في انتخابات تشريعية أوروبية، هذا الفلسطيني يدافع بشراسة عن فلسطين وهذا حقه، لأنه فلسطيني يحق له أن يدافع عن بلده وعن أرضه وعن ترابه المحتل، هذا حقه. لكن هذا الفلسطيني هذا الذي يدافع بشراسة عن فلسطين يدافع أيضا على البوليساريو وعلى تقسيم المغرب وعلى حق ما يسمى حق تقرير مصير بونو مرحبا. كيفاش تجاوب على هذه الحالة؟ مع العلم أن الكثيرين ممن يدافعون عن فلسطين في الغالب تجدهم قريبين من الجزائر أو يدافعون أيضا عن طرح ديال البوليساريو وتقسيم المغرب. هذا إشكال يحتاج منا إلى جواب. أنا لن أصوت لفلسطينية رغم شراسة دفاع فلسطينية إذا كانت في نفس اللحظة تتصور مع زعماء البوليساريو. فبالتالي هذا موضوع يحتاج إلى موضوع. حياك الله خي بونو. قلت مع العلم أن كل هذه الشعارات اللي استعملت تحياتي الأصالة قلت مع العلم أن هذه الشعارات اللي رفعها اليسار الأوروبي طويلا تستعملها فقط لابتزاز المغرب. بداية، هل هذا الصعود أصدقائي للتيار اليميني الجذري مفاجئ؟ إن كان مفاجئا للبعض
فقط لأنه لا يتابع استطلاعات الرأي والمؤشرات العديدة التي كانت تقول أن اليمين الجذري قادم في أوروبا ومنذ أكثر من 30 سنة، وتكحز كان ينظر إليه بشكل رافض جدا من قبل الأحزاب سواء اليسار أو الوسط وغيره، وعليكم السلام ورحمة الله عديد. وبالتالي صبر من مرحلة إلى مرحلة، وأكيد أنه يتكيف ويستفيد من الأوضاع ومن المتغيرات ويقرأها. المواطن الأوروبي وجد في مواضيع وملفات، أولا الهجرة، ثم موضوع ديال الإرهاب، وموضوع ديال التطرف، والموضوع ديال التغير المناخي، وانعكاسات كل هذه الملفات على الأمن القومي الأوروبي. وجد فيها مواضيع يراها أنها جادة، ومواضيع يرى أنها حقيقية وتهمه لأنه تلمسه في حياته اليومية. اليمين الجذري أيضا هو بشكل عملي يصل إلى أذن الإنسان الأوروبي. تحديدا متطورة من هدرونات، شكرا مغربية. قلت أنه يصل إلى أذن الإنسان الأوروبي البسيط الذي يرى اليوم أن أوروبا تتغير نحو الأسوأ. عموم الأوروبيين تيشوفوا هذا الأمر هذا، تلاحظوا أن أوروبا تتجه نحو الأسوأ. وهذا الإنسان الأوروبي يعتقد أن المهاجرين يسيئون للتركيبة البشرية لبلدانهم، ويسيئون للنموذج الأوروبي، سواء النموذج الثقافي أو الهوياتي أو الحضاري ديالهم هما. اليمين يرى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، يرى خطورتها، ويلاحظ أن الدول الأوروبية اليوم وهذه الأحزاب التي تحكم وكأنها عاجزة أمام روسيا، وتفتقد بذلك إلى القدرة على أن تواجه بلدا كروسيا. اليمين يتساءل لماذا أصبحت روسيا تملك أن تضغط على عموم أوروبا. كل أوروبا اليوم عاجزة على أن تجد حلا لأوكرانيا في مواجهة روسيا، وعاجزة على أن تسقط الدولة الروسية. روسيا لوحدها تملك مقومات أن تتحدى كل أوروبا وأن تربك الوضع السياسي وتهدد الأمن الأوروبي وتهدد مستقبل أوروبا. الإنسان البسيط الأوروبي استمع أيضا إلى خطابات اليمين الجذري في أزمة كورونا، وكيف تعاطى السياسيون الأوروبيون مع جائحة كورونا، وكانت أوروبا متضررة جدا والكثيرون استاءوا من هذا الأمر هذا. وبالتالي اليمين يطرح كيف يمكن قائد المشهد السياسي بصعود اليمين المتطرف في زعيم الحكومة. صحيح، هذا هو السؤال، هذا هو الموضوع. دابا أنا كنحاول ندير غير أرضي صديقي بونو، أنا ما إلا لاحظت خويا بونو دائما أنا كنت أتحدث، والإخوان ما كيقول لك حنا كنعرفوك اش بغيتي تقول. كنت أتحدث على المتغيرات، جاية متغيرات، ردوا البال على المغرب. خاصنا نفهموا أننا مقدمون على متغيرات كبرى ستؤثر فينا، ومن بينها هي أوروبا تتغير، تتحول من الوسط واليسار نحو اليمين الجذري. واليمين الجذري يطرح مواضيع مهمة جدا ستتأثر بها كل الجاليات، ماشي غير الجاليات. إلى في الانتخابات القادمة أو اللي من بعدها، إلى ما صعدوش في الانتخابات اللي القادمة سواء ديال هاد السنة هادي أو حتى في 2027 ما صعدوش بشكل كبير، لكن راهم غادين. راه ممكن من هنا ل10 سنين أن يصبح اليمين في أوروبا هو اللي يحكم. أشنو وجدنا حنا كمغاربة للطروحات ونموذج الطروحات اللي كطرحها اليمين؟ واش غنمشيو نبداو نسبو فيهم؟
نمشيو نبداو نكريتيكيو فيهم صغير، واش نبداو نعايرو فيهم، واش هذا أسلوب؟ ولهذا عندما استمع إلى الكثير من كلمات العديد من الإخوان في العديد من المنصات نقول مازال الإخوان ما فاهمينش أننا في صلب متغيرات حقيقية، وأن ما يطرحونه راه ينتمي إلى عصر القرن العشرين، وأن أسئلة اللحظة الحالية تتطلب أن نفكر بمنطق مستقبلي، أن نتحدث عن المستقبل أكثر ما نتحدث عن الحاضر والماضي، خاصة الماضي. الإخوان كيتكلموا بشكل كبير جدا غير على الماضي. لما كيجي يناقش معك واحد القضية يحيلك على أمر وقع في السبعينات أو الثمانينات أو الستينات، وكيضرب لك مثال بالقضية الفلانية والقضية العلانية، ويجلب إلى قضايا 2024 تجارب وقعت في 1980 1970 و 1960. أنت متجاوز قضايا اليوم، قضايا بأسئلة اليوم، بتحديات اليوم. من تتعارك معهم سياسيا اليوم، عاصف وعليكم السلام ورحمة الله، اليوم وغدا ماشي هما، ليسوا من كنت تتناكف وتتصارع معهم سياسيا، اقتصاديا، جيوسياسيا، جيوستراتيجيا في السابق. اليوم تتغير المعادلات، تتغير كل اليمين المتطرف من يحكم حكومة اليمين غادي يطلع في عموم أوروبا. اليمين يطرح أسئلة اللحظة السياسية وحق له في أوروبا. أنا لو كنت مثلا فرنسيا أو بلجيكيا أو هولنديا وأرى الوضع الأوروبي وأرى الأعداد الكبيرة التي تأتي إلى بلدي لن يعجبني الحال، وسأرى بأن هذا الأمر هذا يهدد مجتمع. اليوم إذا وقع حتى في المغرب مثلا وقعت هجرات مكثفة جدا تغير ديموغرافية البلد، تغير ثقافته، تغير بنيته، تغير شكله المغربي، لن يعجبني الحال. وبالتالي حين أضع نفسي في وضع الأوروبي، رغم أن هناك فرق هائل، أن الأوروبي استغل إفريقيا وآسيا واستعمرها، وبالتالي يجب أن يدفع ثمنا ما. هذا منطقنا نحن، منطق الدول التي استعمرت ومنطق الدول التي استنزفت، حق لها أن تطلب المقابل من أوروبي، وهجرتها إلى أوروبا جزء من الحق، وإن كان أن الأوروبي هو من استفاد من هذه الهجرة. بنيت أوروبا، وعليكم السلام ورحمة الله، بنيت أوروبا على أكتاف المغاربة والأفارقة والآسيويين. الآسيويين دابا بداو كيبنيو بلدانهم، الصين، الهند ودول عديدة في آسيا. الأوروبي بدا كيشوف هذه العمليات، يرى الأوروبي اليوم أن الآسيويون بدأوا يتفوقون في أمور كانوا هم فيها متفوقين، وبالتالي الأوروبي عنده توجسات. كاين حملة من أبناء المقاطعة الفرنسية من أجل التصويت الليبي. صحيح كيعرفوا أن اليمين الشرس ضد الجزائر، كيعرفوا هذا. قلت أن اليمين يطرح سؤال اللحظة السياسية الأوروبية التي بدأت تتجاوزها صاعدة، خاصة في آسيا وحتى في أمريكا اللاتينية. البرازيل صاعدة، الأرجنتين صاعدة، روسيا تزعج أوروبا، الصين فاتت أوروبا، الهند جاي في الطريق تفوت أوروبا. وبالتالي الأوروبي اليوم يطرح سؤال. خلال هذا التقديم هذا أصل إلى أن الموضوع موضوعي، وصعود اليمين الجذري ليس مفاجأة وليس أمرا اعتباطيا، أو ليست له مسببات موضوعية مرتبطة بالواقع. وبالتالي على الجميع اليوم استحضار هذا المتغير في الحسابات، نحط
نحطو في الحسابات ديالنا هذا الصعود ديال اليمين، نحطو في الحسابات، وإلا سنجد أنفسنا نكرر شعارات بدون وقع ولا تأثير. عندما صعد اليسار في أوروبا صعد في المغرب وإفريقيا وفي بلدان كثيرة. فهل، هذا سؤال طرحه للإخوان، طرحه للنقاش، هل صعود اليمين بأوروبا سيخلف ضمنيا تقوي اليمين الذي ينعت في المغرب المتطرف أو اليمين القومي بالمغرب؟ هل صعود اليمين الجذري بأوروبا سيقوي اليمين القومي المغربي الذي ينعته البعض بأنه متطرف؟ هذا سؤال مهم. وإحنا ما عندناش يمين أحزاب يمينية، عندنا تيارات يمينية صاعدة جاية في الطريق، عندنا تيارات. حياك الله سي محمد. وهنا كنطرح سؤال، هل عندنا فعلا يمين متطرف بالمغرب؟ البعض يذهب إلى أن التيار القومي المغربي، عندنا تيار قومي مغربي، تيار لم يتشكل إلى اليوم حزبيا، وغالبيته لا زال يرفض أن يتشكل في إطار حزب، يريد أن يبقى في إطار تيار ثقافي. وعندنا فصائل أيضا في الحركة الأمازيغية تنعت أنها يمينية لبعض من طروحاتها القريبة في التوجهات الإيديولوجية إلى نفس أسئلة اليمين الأوروبي الجذري. أي علاقة للصعود، عليكم السلام ورحمة الله، أي علاقة للصعود اليمين المسمى متطرف بأوروبا بصعود اليمين القومي المغرب، أم أن الظروف التي صنعت اليمين الجذري بأوروبا هي نفسها التي تصنع صعود اليمين القومي بالمغرب؟ كاين أسئلة متعددة، وبالتالي الصعود موضوعي. هذا النقطة أضعها بين يدي خاصة الإخوان في التيار الإسلامي، يتساءلون كثيرا حين يلاحظون صعود الحركة الأمازيغية وصعود ما يسمى بتمغربيت، وهما كيحسوا براسهم أنه تجر من تحت الرجل ديالهم، أو يجروا البساط من تحت الأرجل ديالهم، وأنهم في الساحة. لسنوات كان التيار الإسلامي منافسا قويا لتيار قبله اللي هو التيار اليساري يتحدث في المغرب. التيار الإسلامي في المغرب ما قديمش بزاف، هو ابن نهايات القرن أو نهاية الستينات وبدايات عبد الرحيم مرحبا، وبداية السبعينات متفائل، الله يسلمك خويا، وبداية السبعينات. فالتيار الإسلامي لما جا لقى في الساحة خاصة الجامعية والساحة السياسية كاين تيار ليبرالي كدافع، الله يسلمك خويا متفائل حياك الله، كدافع تؤطره الدولة، تشجع الدولة، وكان هناك تيار يساري. فالإسلاميون كانوا سببا من بين الأسباب المهمة في كسر شوكة اليسار بالمغرب. لكن هذا التيار الإسلامي لما تقوى في التسعينات، وخاصة في التسعينات ونسبيا في بداية الألفية، اليوم يحس أن هناك تيارات صاعدة تشكل له ما شكلته تشكل ما شكلته هي لليسار. وبالتالي الصعود في أوروبا مرتبط بالهوية الأوروبية. اليمين المتطرف في أوروبا يطرح كثيرا الموضوع ديال الهوية الأوروبية وخطر المهاجرين عليها، ويتخوف بشكل جذري من الإسلام ومن الإسلاميين ومن كثير من المظاهر التي يعتمدها الإسلاميون في أوروبا. وأيضا اليمين الجذري الأوروبي يتحدث عن ذوبان الخصوصيات الأوروبية ديال كل بلد في المنظومة
الأوروبية، وأن الاتحاد عند الكثيرين منهم أصبح عالة، أو الاتحاد الأوروبي أصبح عالة أكثر منه مفيدا للعديد من المجتمعات، والكثير منهم يطالبون اليوم حتى الانسحاب، ومجموعة الأحزاب تطالب بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي على غرار النموذج الإنجليزي. ما هي عناوين الله اللطيفة أختي، ما هي عناوين الصعود في المغرب، الصعود هذا اليمين إذا كان يمكن أن نسميه يمينا في المغرب؟ عندنا موضوع ديال الهوية المغربية، ويتقاسمها اليوم تياران مشروعان، مشروع ديال تمغربيت ومشروع الأمازيغية، وإن كان هناك صراع بين المفهومين واختلاف سياسي بين حاملي المشروعين والطرحين. المهم هو سؤال الهوية أصبح مطروح، لم يكن مطروحا بهذه الحدة في السابق، أنه ما بعد الاستقلال ديال المغرب وكأن التيارات سواء السلفية الوطنية مع حزب استقلال وبعض الأحزاب الأخرى وحتى اليسار كأنهم ارتضوا أن تكون الهوية المغربية في الإجابة على سؤال الهوية شنو هو هذا المغرب هذا، قالوا أنه بلد عربي مسلم. لكن لصيرورات التاريخ وللتلاقح أن أطراف معينة رفضت هذا الأمر، طرحت أن الهوية المغربية ليست أحادية بالشكل الذي يطرحه دستور 63 والدساتير ما قبل 2011، وبأن لا، هناك ظلم للأمازيغية بنت الأرض. فجاء دستور 2011 فطرح توليفة حاول من خلالها أن يرضي الجميع، وأن تتمثل في الدستور كل الحيثيات في قراءته. ولكن اليوم نلاحظ السنة ونصف صعود كبير لموضوع الهوية في المغرب، وبدينا كنلاحظ مجموعة الأمور. الناس تتحدث على التراث المغربي، على الخصوصية المغربية، على التاريخ المغربي، على رجال المغرب، وكيف أن التعليم ظلم المغرب، وكيف أن الإعلام يظلم المغرب، وأن الإلحاقية بالمشرق ورفض الغرب. وبالتالي سؤال الهوية فرض نفسه وبدأ يطرح، وعندما يطرح سؤال الهوية ضمنيا يعني أن هناك قلق جمعي، وأن جزءا من النخبة سواء المثقفة أو السياسية تطرح قلق، أن عندما يطرح موضوع أزمة الهوية ضمنيا يعبر على وجود واحد القلق، يعبر على وجود واحد التحديات تشكل خطرا ما تتطلب إجابات جديدة على أسئلة جديدة. وبالتالي السؤال موجود. اليمين المتطرف أو اليمين الجذري في أوروبا يطرح موضوع الهوية الأوروبية، ويطرح حتى في كل بلد يطرح الخصوصية أو خصوصية كل بلد، وأنه لا يجب تدويبها في إطار الكل الأوروبي، ويجب الاحتفاظ لكل بلد بخصوصيته. نفس الأمر في المغرب، مطروحة الهوية، مطروحة الخصوصية المغربية والتفرد المغربي عن المشرق. اعتبارات الإسلاميين أو هذا اليمين الصاعد في المغرب يعتبر أن الإسلاميين مانع للتقدم، وبالتالي الصراع عندهم واضح أنه مفتوح جدا مع الإسلاميين وفي شتى المواضيع. لا تكاد تجد أن الإسلاميين مع هذا التيار اليميني المغربي قرابين، هما على النقيضين بشكل واضح. التيار الأمازيغي مع التيار الإسلامي ما كيتلاقاوش، المنطلقات، المرتكزات، الأيديولوجية، واضح أن هناك اختلافات كبيرة في الأساسات اللي كتبنى عليها، وبالتالي صعب جدا أن نجد هناك
حاليا واحد التوافق. الإسلاميون كيطرحوا مقاربة ترى أن المغرب جزء من كل، اللي هو هذه الأمة، سواء الأمة العربية أو الأمة الإسلامية، بينما الأمازيغيون في الحركة الإمازيغية يطرحون أننا أمازيغ لسنا عربا، وأن المنطلق هو المغرب وليس غير المغرب. وبالتالي الصراع اليوم موجود بين التيار الإسلامي مع التيار اليميني بشقه، سواء اللي كيطرحوا مشروع تمغربيت أو اللي كيطرحوا مشروع الأمازيغية. موقع قضايا الأجانب بالنسبة للمغاربة هذا عنوان بارز من عناوين اليمين في المغرب. ما موقعها تحديدا القضية الفلسطينية وبقية القضايا التي يعتبرها البعض من قضايا الأمة؟ وفي حين تصر الحركات الإسلامية على اعتبارها من صميم قضايا المغاربة، التيار الإسلامي والتيار الحدثي أفضل. اوكي، انا دابا كندير غير مقاربه، ما كنعطيش بالدرجه الاساسيه من هو الافضل ومن هو الاحسن. انا في قراءتي تضبطنا الجغرافيا السياسيه واللحظه السياسيه هي ما يضبطنا بشكل كبير ويؤثر أكثر من أن قناعاتي أو اش بغيت أنا أو ما بغيتش أنا. أؤمن بأن اللحظة السياسية تفرض ذاتها، بغيو أو ما نبغيوش. قرأوا الأمور من داخل حركيتها، من داخل صيرورتها، أكثر ما تقرأ من داخل أشنو بغيت أو أشنو ما بغيتش، واش أفضل هذا أو لا أفضل هذا. يقدر يجي واحد الوقيته، أنا في 2011 بصعود بن كيران والعدالة والتنمية في لحظتها قلت ربما هذا خيار صائب. علاش؟ لأنه وجود العدالة والتنمية كان إجابة سياسية على لحظة سياسية خطيرة جدا. شنو دارت في المشرق، شنو دارت في الشرق الأوسط، وكيف أثرت بشكل سلبي جدا كل تلك التحركات ديال 2011. وهي تحركات في عمقها كانت تحركات، وعليكم السلام ورحمة الله سي عثمان، كانت تحركات من طرف التيار الإسلامي. وبالتالي المغرب لأنه دائما هو بلد ذكي تجاوب مع اللحظة السياسية بشكل مباشر وأجاب على الموضوع. قلت أنه أجاب، فبالتالي ما كانش عندي مشكل ساعتها عندما رأيت أن تجربة العدالة والتنمية في لحظة سياسية كانت تجربة ممتازة. أوكي، ما كانش عندي منها مشكل. لكن عندما انتهت مسببات وجود حزب بخلفية إسلامية ودخلنا في عصر ما يسمى التطبيع والتحالف الثلاثي وكذا، ما بقاش واضح أن هناك رغبة في وجود هذا الحزب هذا. وبالتالي ما عنديش مشكل، بالعكس في لحظة مثلا صعود الاتحاد الاشتراكي وتجربة اليوسفي في لحظتها مع الحسن الثاني خدمت السياق المغربي التناوب إلى حد ما، أنقذ المغرب وفتح أوراش متعددة ما بين الحسن الثاني مع الاتحاد الاشتراكي. وعندما انتهت الدورة، السلام عليكم، اسمحوا لنا كذا. فبالتالي أنا لا أنتمي إلى فصيل ولا إلى مكون سياسي ولا إلى غيره. أتابع وأقارب وأعطي قراءة من داخل اللحظة وليس من داخل ما أحبه وما أتمناه. وبالتالي هناك، وعليكم السلام ورحمة الله سي مصطفى، زول سي علي ربي يكون حفظ ربي. وبالتالي هناك اليوم الصراع واضح ما بين طروحات يطرحها التيار الإسلامي وطروحات يطرحها التيار اليميني. واش بقي
ممكن نتكلموا على أن الصراع اليوم هو صراع بين اليسار والمحافظين أو ما بين الحداثيين والمحافظين، أو أنه تجاوزنا حتى هذه اللحظة نحو لحظة أن هناك اليوم تيار قد يسميه البعض يميني حقيقي، ماشي اليمين الذي تم إنشاؤه في لحظة سياسية ما، لكن يميني جذري مغربي متمثل في التيار الأمازيغي ومتمثل في التيار القومي اليميني. وصعود التيار اليميني في أوروبا كحالة سيدفع إلى تعزيز صعود اليمين في المغرب. اليمين في المغرب حالة موضوعية مش صناعة الأوروبي، باش منجيش نقول لا صناعتها فرنسا وصناعتها كذا وصناعتها، بالعكس فرنسا الدولة العميقة ما عندهاش مع اليمين، وبالتالي الذي صنع هذا الأمر صنع من داخل البيئة المغربية لأسباب ولا ينفى. أكيد هناك اعتبارات إقليمية واعتبارات دولية اعتبارات عالمية ومواضيع ما يمكنش لا يمكن إلغاء هذا الأمر نهائيا، والتأثيرات ديالو على الداخل المغربي موجودة. لكن السؤال اليوم صعود اليمين في البارح في الانتخابات اللي وقعت زلزال مؤثر له وقع على كل المحيط بأوروبا والمتعامل مع الأوروبيين سياسيا واقتصاديا ومن ضمنه المغرب. إلى أي حد كلما تقوى اليمين الأوروبي خلاص إلى صعد إلى سدة الحكم في 10 سنوات أو 15 سنة المقبلة، هل سيصعد معه اليمين القومي المغربي أو المغربة أو الأمزغة؟ لأن هذا هو، لأن ما يجمع ما بين اليمينين في أوروبا والمغرب هو موضوع قوة حضور الهوية سواء الأوروبية أو الهوية المغربية أو الهوية الأمازيغية، الخصوصية الوطنية، وهذه قضايا يشترك فيها هذا الموضوع. يعني إذا تقوات في أوروبا وأمسكت الحكم في أوروبا أعتقد أو الموريين صحيح أعتقد أن سيكون لها تأثير كبير. ولذا أقول الإخوان وسنقول اليوم، ودخلت بعض المداخلات في هذا الأسبوع عند الإخوان، لكن تيقولوا لكم ديما كتكلمنا نتا على الاستشراف، منين كتجيب هذا الكلام هذا؟ شنو كتقول؟ شنو انت كتقول لنا المغرب غيتغير امور غتغير؟ منين جبتي هذا الكلام هذا؟ ما تقوله خطير عندما يطرح موضوع ديال العلاقات الرضائيه وتطرح قضايا كثيره، موضوع المدونه والتغييرات اللي تكون في موضوع الإرث. هناك جس نبض يظهر ان هناك متغيرات قادمه في المغرب. انت ما بغيش تشوف المؤشرات وتنظر بأثر خلفي، كتنظر تناقش قضايا اليوم بخلفية ماضية، تستحضر دائما الماضي في مناقشتك لقضاياك الآنية، وأحيانا كتجيب وكتستدعي أجوبة قديمة جدا للحظة سياسية لا تشبهها في شيء، ولقضايا لا تشبهها في شيء. هذا العجز على القدرة الإبداع ثم حتى على الاستشراف، غير قادرين على الاستشراف. قلت في حين تصر الحركات الإسلامية على اعتبارها من صميم القضايا مثل القضية الفلسطينية وقضايا الأمة من صميم قضايا المغاربة، ويجب أن تكون من قضايا الدولة المغربية، لأنهم أي المغاربة مسلمون ولأن الدولة المغربية دولة مسلمة. نجد في المقابل أن التيار القومي المغربي بكل فصائله يؤمن عكس هذا الطرح هذا، أن الأولوية هي للمغرب والمركزية هي للمغرب، وأن المغرب أولا. يقولون أن المغرب هو التي يهم وما غيره يا إما لا يهمون نهائيا عند البعض، أو أنه يمثل واحد جانب نتعاطى معه لكنه لا يرقى إلى أن يكون بمستوى قضايانا المغربية ولا بمستوى طروحاتنا المغربية. ويرون أن مصالح المغرب وتحالفاته
وعلاقاته لا يجب رهنها بأي شكل من الأشكال بقضايا خارجية أخرى أو حتى بصراعات خارجية. البعض تيقول لك علاش أنا واحد الصراع قائم في مكان ما نمشي نتورط فيه وناكل فيه العصا ويحسب علي وتحسب علي مواقف أو قضايا أنا على المستوى الوطني مضرور منها أو ما غنستافدش منها أو غنتضرر منها أو غناكل منها العصا. هذا طرح اليوم جديا، وأصحابه يكثرون وغيلقاو بصعود اليمين الأوروبي هذا نفس